يا أخي بالرسمي مدينة أطلانتس الشهيرة طلعت في تونس. تبعوني باش تعرفوا الحكاية. اللي ما يعرفش أطلانتس هي المدينة الشهيرة اللي العالم الكل يلوج عليها. حسب الفيلسوف بلاتو ذكر اللي هي مدينة كبيرة ومتقدمة على الآخر وعندهم تكنولوجيا لتو لو وصلنا لها. وأطلانتس هذه كانت 9000 عام قبل عصره هو. وحسب برشا حضارات قديمة اللي معظمهم حكاوا على المدينة هذه وكيفاش تمحات في ليلة ونهار من جرة الفيضان العظيم اللي صار في الأرض. أطلانتس متكونة من مدن في شكل دائري وفي وسطهم قنوات متاع مياه كما قاعدين تشوفوا في التصوير اللي قدامكم. برشا دراسات تقول اللي أطلانتس موجودة في موريتانيا. علاش؟ على خاطر لقاو ذا آي أوف سهارا واللي هي تشبه الشكل متاع أطلانتس بالضبط. فما نظريات أخرى تقول اللي هي في المحيط الهادي كان فما جزيرة قبل الغادي وغرقت بعد الطوفان الأعظم. فما اللي يقول زادة اللي هي في أنتاركتيكا خاطر يامنوا اللي أنتاركتيكا كانت في بلاصة أخرى وكي صار بول شيفت كاتاكليزم اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت تحولت ولات غادي. وفما باحثين اخرين يقولوا اللي هي في تونس. تونس تاريخها الحقيقي كبير ياسر وما نعرفوا منه كان شويه، وفما حاجات اللي متكتمين عليها تاريخيا كما الحضاره القبسيه. الحضاره القبسيه هي من اقدم الحضارات اللي موجوده على الكوكب هذا، اقدم من الحضاره الفرعونيه ومن الحضاره السومريه، وكانت في 10,000 عام قبل الميلاد واللي هي في قفصه حاليا. بعض الباحثين يقولوا اللي السكان الأصليين متاع الحضارة القبسية هم الناجين من أطلانتس بعد الطوفان العظيم. ويقولوا زادة اللي الأهرامات ما عندها حتى علاقة بالحضارة الفرعونية على خاطر تبنات قبل 10,000 عام قبل الميلاد، يعني من حضارة ما قبل الطوفان، واللي بناهم هم سكان أطلانتس. والغاية من الأهرامات هي تحويل طاقة الأرض إلى كهرباء على العالم الكل. تو نزيدوا نحكيو عليه في فيديو آخر. واللي أطلانتس كانت موجودة في شط الجليد. برشا باحثين في العالم قاعدين يلوجوا على الحكايه ويثبتوا فيها على خاطر الحكايه لوجيك. وزعما بالصدفه اللي سلسله الجبال الموجوده في شمال افريقيا اسمها الاطلس. اللي يحب يعرف اكثر على الحكايه يعمل فولو ويتابعني على خاطر باش نزيدوا نحكيو على برشا حاجات كيما هكا.